السلام عليكم، معكم زين كله. بسوي معاكم تارت الموز اللذيذ الرهيب. أول شيء كبتر المقادير. أول شيء أحط كريمة خف في الخلاط وأضيف عليه شوية فانيليا وأخليها لين تنتفخ بسرعة عالية. بعدين عندي زبدة راح أذوبها بالميكروويف، وعندي بسكوت ديجاستف طاحنته طحن ناعم. راح أخلط الزبدة اللي ذوبتها مع البسكوت الديجاستف لين يتجانس كله وتصير معاي مثل العجينة. بهالطريقة أبدأ أرصها بالقوالب. أنا حبيت أحطها بالقوالب الصغيرة عشان أي وقت أبيها أكلها، بدال ما تكون كبيرة وتتقصص معاي وتخترب، لأن البسكوت الديجاستف مو مثل العجينة التارت يكون ترف، فبسرعة يتفتت معك. زيدي كتر ما تقدرين زبدة عشان ما يتفتت معك بسهولة. اترصينه بهالقالب بهالطريقة. تحطين إذا تقدرين تحطي بيد شوية ماي عشان ترصينه عدل، وحاولي أو حرصي إن الأطراف تكون متساوية ومرتبة عشان يطلع معك تارت وايد حلو لذيذ. شوفوا بهالطريقة أنا قاعدة أحرص إن الأطراف تكون مرتبة. بعدين أشيل الكريمة عقب ما خفقتها طلعت معي بهالطريقة. شوفوا كثافتها. راح أحطها بالقمع، كيس القمع هذا أكون حاطة فيه تحت الراس حق التزيين الكريمة أسهل لك. بعدين أسوي الكراميل، حطيت سكر لين تكرمل لونه شي صار، ضفت عليه قطعة من الزبدة وراح أضيف عليه شوية من الكريمة عشان يصير معي كراميل لذيذ وسهل معي. شوفوا 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 أول شي يبس معي لأن الكريمة شي باردة، بعدين راح يكون معي بهالطريقة الحلوة واللذيذة. أول شي أرص الموز طبعا بالقالب. القوالب دخلتها الفريزر تقريبا نص ساعة عشان تصك معاي. بعدين أحط عليها الموز بهالطريقة وأضيف عليها الكراميل اللي أنا كرملته وسويته. شوفوا هيك يا بناتي هيك. بعدين راح أحط الكراميل. شوفوا بشي سهل، ترى سهل. الكريمة لا تحطين فيها شكر لأن البسكوت والكراميل حالي، فالكريمة خليها ماسخة. بعدين أبدأ أزينها بالكريمة كذي. شوفوا ترى وايد لذيذة وخفيفة، ما كأنكم تاكلون تارت. أنا بصراحة وايد عجبني. شوفوا إذا أنت حابة تزينين عليه بفستق تزينينه بزعفران براحتك. أنا زينتها بالفستق كذي شيء بسيط. مرة 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 لذيذة والله، جربوها ما راح تندمون. لذيذة لذيذ لذيذة صراحة، وايد حلوة علينا وعلى عيونكم بألف عافية.